طبعا سنعرف في هذه المباراة وسنعرف في المباريات القادمة إن عمر اللقاء يبدأ مشوار إسبانيا سينتقم البرازيل. عرضية بعيدة تماما، كرة صعبة لصالح منتخب البرتغال عن طريق رونالدو. بابوكي فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبار وضربة جزاء في الدقيقة. كريستيانو رونالدو والعرقلة من ناتشو حكم المباراة بعد، بل هي ضربة جزاء. رونالدو الذي سجل 3 أهداف في 4 نهائيات يستعيد جول رونالدو. إسكو جوردي ألبا، إسكو دخل، إسكو مازال يلعبها، إسكو خطيرة، كرة رائعة من قبل ديجو رونالدو. الحكم يقول كان فيه دفع على يوصلها من هنالك في اتجاه رفيق قداش، والانطلاقه السريعه لصالح منتخب البرتغال عن طريق موتينيو. فنان انت يا رونالدو، تمريره من اروع ما يكون في اتجاه قداش. باك على دفاع منتخب اسبانيا في هذه اللحظات، ظروف صعبه. من هنالك ديجو كوستا يلعب لديجو كوستا، إنيستا، ديجو كوستا يوصل لجوردي ألبا، كرة من ديجو، يلعب على الجهة اليمنى، وصلت لدافيد سيلفا، يلعبها كرة لإسكو تسديدة، يلتقط خطيرة خطيرة رونالدو. بامتياز الكرة من دافيد سيلفا، خطيرة، إسكو جوردي إسكو ودافيد وإسكو دخل وما زال جول. ناتشو إسبانيا انتفض المدينة. جوردي ألبا خطيرة، كوراشما استلم الكرة، دخل كوراشما. هل قال لك رونالدو سدد؟ اللاعب أندريس سيلفا لاعب الميلان 23 سنة في عمره، كرة بعيدة رونالدو خطيرة وما زال كوراشما ولمسة يد أكيد غير رجعت له ياغو أسبانيا. نجم هذه البطولة رونالدو استلمها، رونالدو ليس أمام أصحاب السبعة، سيحبس أنفاس جماهير إسبانيا الموجودة في المدرجات والموجودة في كل المدن الإسبانية، هي الموجودة في بيوتها، ويحبس أنفاسها رونالدو يستعد، البلدوزر العملاق قد يفعلها رونالدو، يسجل الثلاثي وهدف التعديل. رونالدو يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، تركيز كبير، تركيز من الفوق للتحت، من القدم للأنف للرأس للأذن للصدر للبطن للظهر للرجل، الكل يركز، كل الجسد تاع رونالدو يركز. خطيرة رونالدو في تنفيذ المخالفة.